السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. شي ناس سولوني زرعنا القزبور وكيموت لينا، يلا كيخرج من الأرض وكيموت لينا. اشنا هو شوف، بالنسبة للقزبور فيه بزاف ديال المسائل اللي كيقدر يقتلوه في هذيك المرحلة هذه. كاينة عندك إلا عندك الملحة يقدر يموت إلا كثرتي ليه أمازير بزاف، يعني الغبار كثرتيه ليه بزاف، يعني هذاك الغبار ما طابش يقدر يبقى يموت جذورة. امرسال في الارض، الا كان داك الامرسال حنا كنقول لها مرسال، الملحه في الارض حتى هي كيوقع لها هكاك، بالاخص في الايامات السخونه. وكاين واحد المشكل ثاني، وهو الناس اللي كدير امازير ديال الدجاج للقزبور. امازير ديال الدجاج للقزبور راه ما خدامش فعلا. هو كيجي القزبور الا صدق ليك، مثلا الا صدق ليك الا عندك الارض مليحه والتراب مليح هذا والماء مليح وكل شيء. انا الا عندي التراب مليحه وهذا والارض مليحه، علاش غندير كاع انا امازير ديال الدجاج؟ هذاك امازير ديال الدجاج كيقدر يقتلو ملي كيخرج من الارض، كيتشوفاو سميتو العودان كيموت. ولا صدق ليك كاع، الا جاب الله كاع صدق ليك ونجح غايجي يا سلام. ولكن المشكل ديالو عند الجنيه. ملي كتبغي تدخل السوق كتقلعو في الليل، راه هذاك القزبور ديال الامازير ديال الدجاج كتقلعوه بالعشاقه. ولكن ملي كتخليه حتى الصباح تديه للسوق يقدر يخماج. الا ما خماجش ليك غادي يخماج لدوك الناس اللي شراوه عندك، يعني دوك الناس اللي غيفرقوا الحوانت وزيد غادي يخماج ليهم. هنا اش كدير؟ هنا كتخرج على راسك، كتخرج على السمعه ديالك، فهمتي؟ غادي يوليو الناس كلشي غادي يحفظوك. فلان عنده امازير كيدير امازير ديال الدجاج، لا ما خدامش ليا. هانك خرجتي على راسك السوق. لهذا من الاحسن بنادم يتفادى الامازير ديال الدجاج. لقيتي الغبار ديرو واحد شويه، ما لقيتي الغبار الا كانت التراب مليحه عندك راه غيجي القزبور شي حاجه يا سلام. يا غادي تعاونوا بواحد شويه ديال 46 وهانت